بونجور. بتمنى الكل يكونوا بخير، وبتمنى كمان هيدي السنة مرة تانية تمحي كل الوجع والعذاب يلي مرقنا فيه بهلا نحن عنا خاصة بلبنان هال3 سنين. كان وجع كتير كبير. بتمنى انه تمرق تجي هيدي السنة تكون سنة خير على العالم كله بالإجمال، وعلى لبنان خاصة، وعلى كل دولة تكون فيها هالظروف اللي نحن مرقين فيها. اليوم بدي أعملكم ماسك كتير حلو، بوتوكس هو وفيلر للالتهابات. يعني إذا عندك التهاب ببشرتك بشيل الالتهاب، يعني إذا عندك حبوب بخفف لك وهجن يعني وبيخليهم يصحوا. اذا هيدا كل يوم بتحطي ماسك على الحبة تبعك. اوكي، هو كناية عن كبش القرنفل. كتير هين وبسيط وما فيه كتير. هيدا كبش القرنفل يلي نحن بنستعمله بالاكل. وانتم بتعرفوا هيدا اذا بنحطه نحن على ضرسنا، اذا واحد عنده ضرسه عم بيوجعه بحط هيدا كبش القرنفل بخفف وجع الضرس. عندكم فكرة؟ هلا بدي اطحنهم. بدي اطحن هيدا الجلوفز كبش القرنفل، وهيدا جرين تي. بدي احط ظرف واحد جرين تي وراح اطحنهم مع بعضهم. اوكي، هلا الجرين تي منعمينه بس انا بدي اياه بودرة اكتر. راح اطحنه مع كبش القرنفل، جرين تي وجلوفز مع الجرين تي. هلا بدي اطحنهم مع بعض. هيدا كتير منيح للبشرة، جدا مفيد للبشرة. اوكي، عن جد اشتقت لكم، الي زمان ما عملت وما صورت وما نزلت فيديوهات. كنت شوي هيك تعبانة نفسيا، يعني تعبانة شوي، وكمان بالعيلة بالعياد بتعرفوا التحضيرات وهيك. اوكي، واو ريحتهم بتشق القلب. رح احط ملعقة وحدة، ما بدي اكتر. اوكي، هيدي ملعقة وحدة صغيرة رح احطها هون، وهودي الباقيين هلا ضبهم وخليهم لغير مرة. اوكي، هلا انا قلتلكن عاملة زيت، انا عاملته بالبيت. اوكي، هيدا زيت حبة السودا، بتذكروا نحن عملناهم. رح احط معهم ملعقة زيت، ملعقة وحدة زيت. اوكي، وبدي احركهم ببعضهم. هلا اذا قبضتهم بعد برجع بحط، بس ما بعتقد. هيدا ماسك جدا رائع للبشرتك، كتير جدا رائع. اوكي، لكن هيدا كبش قرنفل مع نعناع، هيدا جرين تي سوري، تطحنوه مزبوط وحطيه على بشرتك. هيدا اللي عنده التهاب ببشرته بشيلها. بتحسي حالك عاملة بوتوكس فيلر رائع جدا. ليكو كل الماسكات بتفيد، بس هلا التشكيل مفروض نحن نشكل، لانه ما فيك تاخدي من نفس صنف واحد. مثل ما تاكلي انت وقعه وحده على معدتك، يعني اكله وحده كل ايامك ما رح ترجعي تستفيدي، جسمك بيتعود عليها وخلص وبتضعفي اذا واحد بده يضعف. والبشره نفس الشيء، مشان هيك انا بغير بالماسكات من وقت للتاني.
اوكي. فيكي تحطي زيت اللوز اذا عندك زيت اللوز، اذا انت مش عامله الزيوت اللي انا عاملتها. انا عامله كل الزيوت، انا بستعملها عندي بالماسكات تبعي، وبالكريمات اللي بعملها بستعملها. اوكي. هيدا كتير كتير رائع. ومثل ما قلنا اللي بتحطيه، انا ديجا عامله بيلينج قبل. اوكي. منطفي وجهي، عملت له بيلينج، لان ما بحط ماسك انا بدون بيلينج، نو واي، لانه ما رح استفيد. اوكي. هلا بدي اخليه على وجهي وقت شوي، ربع ساعة. فيك تخليه نص ساعة اذا بدك. اللي بتستعمليه لوجهك، على رقبتك، على صدرك اذا بدك كمان. هلا انا لانه عم بصور ما رح احط، بس انا بعمل، بس كون عم بعمل بالبيت لحالي انا بعمل بحط. اوكي. هلا على ايدينا، على كفوف ايديك، لانه الايد بتضلها كل النهار بالمي، حتى لو ما جليتي عم تغسلي، غسلتي ايديك، فركتي اسنانك، غسلتي وجهك، شو ما عملتي، نتحممتي، عم تستعملي ايديك. يعني الايدين بحاجة تهتمي فيهم مثل بشرتك. ضلكن افركون هيك. على فكرة هيدا كمان بيعمل بيلينج للوجه. انت عم تفركيه، بينظف المسام كلها. هيدا رائع للبشرة. اوكي. هلا رح انطر انا وياكم، ورح اسألكم اذا عملتوا الصابونة يلي انا عم نزلت لكم اياها هديك المرة. هيدي الصابونة صدقوني هيدي كولاجين للبشرة. حاطة فيها شو اسمه، لبان الذكر. لبان الذكر هو كناية عن كولاجين. حاطة حليب بقر فيها، واي حليب موجود عندك فيك تحطيه، حتى حليب البودرة. اوكي. عندك حاطة فيهم كمان نجمة اليانسون. نجمة اليانسون فوتوا اقروا عليها شو بتعمل بالبشرة. وزيت زيتون جدا رائع. فيك تعمليه بغير زيت الزيتون، فيك تعمليه بزيت جوز الهند اذا متوفر عندك بكمية. فيك تعمليه بالزيوت يلي انا عملتها. مرة الجاي انا رح اعمل صابونة وفرجيكم اياها. انا نقعتهم بزيت الزيتون، بس رح اعمل فيهم صابون قبل ما فل على امريكا لاخد معي، لاني هلا رايحة شوي على امريكا وراجعة، مش مطول كتير بس مسافرة. بتمنى عن جد تفوتوا على الماسكات وتعملون يلي انا عم بعملون. انتو ما تتخيلوا بشرتي، ما حدا بيشوفني بيصدق عمري. نو وان، ما حدا بالعالم بيقدر يعطيني عمري، ولا حدا. وجهي بشرتي مثل ولاد الصغار. مش لانه هلا اكيد هيدي نعمة من الله، بس اذا انت ما اهتميتي ببشرتك بدها تموت، وبدها تصير سيئة، وبدها تكبر، تبين ختيارة قبل اوانها. يعني بتبين عليك الشيخوخة قبل ما حرام. حرام. ليه بدنا نبين ختيارية قبل بوقت؟ ليه ما بنعطي عمر لحالنا ولبشرتنا؟ العمر هو رقم بالتذكرة وبالهوية وبالباسبور. العمر، الروح هي العمر. روحك اللي داخلك هي عمرك. اذا انت ما اهتميتي ببشرتك اكيد رح تموت، واذا ما اهتميتي بصحتك اكيد ما رح تكون منيحة. اوكي. فالعمر رقم. ما تقولي انا كبرت وصرت ختيارة وخلص شو بعد بفيد. لا، بلشي اهتمي من انت وصغيرة ببشرتك، واهتمي حتى بس تكبري شوي. اذا رجعتي اهتميتي بترجع تلاقي شوية افادة، بس اكيد ما رح تكون افادة كبيرة. يعني ما رح كذب عليكم. اوكي. بس دايما فكروا، اذا نحن ما اكلنا قد ايه بتضيني بدون اكل؟ سنة 2 3 بالاخر بتموتي. بدنا نموت، ما منضاين بدون اكل.
لو عم تشربي مي قد ايه بتضايني كم سنة، بالاخر رح تصيري هيكل عظمي وتموتي. والبشرة نفس الشي، اذا ما غذيتيها رح تموت. اوكي، نحن بنشوف حالنا بعدنا صغار وصبايا وبنترك وجهنا وبشرتنا بنقول لشو، لك نحن بعدنا حلوين. اوكي، بعدك حلوة، بس اذا ما غذيتيها لبشرتك ما رح تضاين معك لبعدين. اوكي، هلا صار لي تقريبا شي 10 دقايق حطيتهم، رح غسل وفرجيكم بشرتي. دايما غسلوا بمي سخنة اول شي كرمال ينضف هيدا عندكم. اوكي، وبعدين رجعوا غسلوا بمي ساقعة. ضروري ترجعوا تحطوا بمي ساقعة. هلا رح فرجيكم كيف صارت بشرتي. انتوا عم تغسلوا اتركوا هيك، اتركوا انتوا عم تغسلوا اتركوا. يعني انا عم بفرك مي لجوا حتى ما اجري الدنيا. هيدي صابونتي يلي انا عملتها ونزلت لكم اياها، صابونة الكولاجين. وانا مش حاطه فيها هيدي اللي بيحطوا بيقولوا ولا تعمل برافو ابدا. سخنه. ما تنسوا مي مسقعة اخر شي بتغسلوا. بس رح فرجيكم بشرتي كيف صارت. انا بشرتي منيحة، بس لو ما بهتم فيها ما كانت رح تكون هيك. انا قلت لكم انه انا تيتا ل7 احفاد، بس انا من جواتي بحس حالي عمري 20 سنة، مش 60 سنة، 20 سنة. هيدا وجهي وهودي ايدي، تفضلوا. اللي بعمري مليانين ايديهم طاش برون ووجهن. اوكي، تفضلوا. هيدا بشرتي، فبليز يا ستات. وهيدي الصابونة اللي قلتلكن عليها، عملوها، جدا رائعة، جدا رائعة للبشرة. اوكي، ما تنسوا اللايك، وما تنسوا السبسكرايب، وما تنسوا وعملوا شير مع اصحابكم بليز، كرمال اكبر عدد يستفيد من اللي انا عم بعمله، وكمان يكونوا عندي مشاركة انا اكتر. ف يا ريت تشجعوني اكتر، لانه عن جد ما عم بحس انه انا عم بعطي كل شيء انا بعرفه، عم بعطيه. كل شيء انا عم بعمله لبشرتي عم بعطيه. يعني ما عم بعمل شيء انا ما بحطه على بشرتي وماني عملته قبل. اوكي، فبليز ما تنسوني، وما تنسوا اللايك وسبسكرايب. بتمنى لكم سنة حلوة. ليك وجهي كيف عم بيلمع، ليكو صدقوني بشيل الالتهاب من بشرتكم، جربوها. ما تنسوا اللايك، اوكي، وسبسكرايب والاشتراك، وتعملوا شير مع اصحابكم. انا بحبكم، وان شاء الله تكون سنة خير عليكم يا رب. 23
تمحي سنة 22 الموجعة اللي كانت أليمة لكل الشعب اللبناني، وأكيد للشعب يمكن ما بعتقد إنه كل العالم مرتاحة. أوكي، إن شاء الله هالسنة يا رب تمحي كل الآلام والوجع يلي مرقنا فيه. أنا بحبكن وباي، شوفكم بخير. سوري اني عم تأخرت كتير لأعمل فيديوهات، قلت لكم كنت شوي تعبانة نفسيا وجسديا ومن كل النواحي. اوكي، بحبكم.